بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بكم معايا من مطبخي مطبخ طماطم. النهاردة هنعمل مع بعض عيش التورتيلا أو عيش الشاورما بطريقة بسيطة جدا. لو أنا مش عندي عيش في البيت، ممكن إن أنا ببساطة خالص أعمل عيش للسندوتشات من غير خميرة خالص. أول حاجة معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق المنخول، ومعلقتين من البيكنج باودر، برشة ملح، ومعلقة سكر، وربع كوباية من الزيت. وطبعا بقلب كله كويس جدا مع بعضه الأول. ومعايا طبعا كوباية من المية الدافية، أو مية من الفلتر عادي خالص. وبقلب كل المكونات مع بعض كويس الأول. ومتهيألي مفيش عجن أحسن من الإيد. هنسمي بسم الله وهنعجن مع بعض كويس. طبعا بإيدي بحس بالعجينة، محتاجة مية، محتاجة دقيق، اتعجنت كويس ولا لأ. كل الحاجات دي بحسها بإيدي، علشان كده أنا بحب العجن بإيدي. وطبعا أعجنها كويس جدا. واخدة من العجينة كده كويس علشان يبقى فيها عرق وتبقى جميلة معايا في النتيجة في النهاية. ودي طريقة جميلة للعيش، واي نوع سندوتشات انا محتاجة فيه عيش. ولو انا كمان عندي النهاردة مفيش عيش ومفيش كمان خميرة، طريقة سهلة وسريعة اعمل عيش على طول في 10 دقايق هيكون عندي احلى عيش. وكمان ما بيحتاجش ان هو طبعا يختمر او حاجة، على طول بيكون جاهز معايا وعلى طول بشتغل فيه، بس بسيبه يريح مدة 10 دقايق جنب مني وعلى طول بيكون جاهز وابتدي اشتغل فيه على طول. رشة دقيق خفيفة كده. وطبعا انا عايزة العجينة تكون ماسكة نفسها، يعني ولا طرية قوي ولا ناشفة قوي. وطبعا ببتدي ان انا اعجنها كويس جدا علشان كل المكونات تمتزج مع بعضها. وكمان احنا عارفين ان الدقيق بيكون في عرق كده، لازم بيكون بيتخدم كويس علشان يدينا نتيجة نهائية جميلة جدا زي ما انا حابة وزي ما انا عايزة. كده خلاص اتلمت معايا العجينة واتخدمت كويس جدا. هبتدي طبعا احطها تاني في الطبق واسيبها ترتاح شوية، مش كتير يعني، هي مش محتاجة ان هي تختمر او حاجة. شايفين العجينة ما شاء الله جميلة جدا، وهو ده القوام المناسب اللي انا محتاجاه، ولا ناشفة ولا طرية قوي. وطبعا ابتدي اقسمها بالاحجام اللي انا عايزاها كبيرة، عايزاها صغيرة، زي ما انا عايزة. يا ريت كل الحاجات دي ناخد بالنا منها جدا علشان في النهاية تدينا نتيجة مظبوطة ان شاء الله. شايفين العجينة ما شاء الله ملمسها ناعم، وطبعا معجونة كويس، مكوناتها بسيطة. وحالا في 5 دقايق كان معايا اجمل عيش اهو. وكمان 5 دقايق تسوية، يعني 10 دقايق بالظبط يكون عندي احلى عيش، وابتدي اعمل بيه احلى سندوتشات او شاورما، اي حاجة انا عايزاها على طول في السريع، على طول يكون جاهز معايا احلى عيش عمايل ايديا وحاجة جميلة ونضيفة وتمام جدا. ابتدي اسمي بسم الله الرحمن الرحيم وابتدي افرد رغيف رغيف على حسب ما انا عايزة. وانا طبعا عايزة السمك بتاعه يكون رفيع على قد ما اقدر. ولو محتاج رشة دقيق مني ابتدي اديله رشة دقيق، بس انا شايفة العجينة ما شاء الله عليها مش محتاجة حاجة خالص.
كده تمام. فردتها على قد ما اقدر كده بالسمك الرفيع ده. شايفين ما شاء الله العجينه جميله جدا جدا. على نار متوسطه، وبحط الطاسه بتاعتي وبفرد كده الرغيف في الطاسه، وتمام جدا. ما بياخدش مني وقت خالص. دقيقتين على الوش الاولاني وبقلبه على الوش التاني، وبيكون جاهز معايا احلى عيش. هعمل معايا فقاعات كده، يبقى انا كده تمام وماشيه كويس جدا، والعيش مظبوط 100%. بقلبه على الوش التاني، وبستنى كمان دقيقه او دقيقتين، بيكون كده تمام على طول. بخرجه من على النار وابتدي احط تاني، ونفس الطريقه دي بكررها كل مره. جاهز معايا احلى عيش. وابتدي الرغيف التاني افرده كمان يكون رفيع. شايفين العجينه هايله جدا جدا ما شاء الله. وبفرد باقي الكميه اللي موجوده معايا بنفس الطريقه. كده تمام زي ما انتم شايفين ما شاء الله. العجينه مخدومه ومدياني نتيجه هايله جدا. بيتفرد معايا بكل سهوله. وعلى نار متوسطه كمان ببتدي افرد في الطاسه، من غير بقى فرن او اي حاجه ممكن تاخد مني وقت. ودقيقتين على حسب النار والطاسه، الوقت اللي يكون معايا فيه اخد مني لون خفيف، وبفرده واقلبه على الناحيه التانية. وشايفين لازم ياخد معايا اللون الخفيف ده، وبيكون طري كده وجميل، وجاهز معايا احلى عيش. ما شاء الله هايل جدا جدا، والنتيجة هايلة. مش عايزة اقول لكم النتيجة عاملة ازاي، جميلة جدا جدا. اسرع عيش واحلى عيش للشاورما وغيرها، واحلى سندوتشات هنجهزها في دقايق. جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. مستنية رأيكم في التعليقات ان شاء الله. وجهزنا احلى عيش في دقايق معدودة. ما شاء الله العيش هايل جدا جدا، والنتيجة مظبوطة لأحلى سندوتشات شاورما أو غيرها. وأي وقت كمان أنا مش موجود عندي في عيش، بجهز العيش حالا بيكون جاهز عندي، وبالهنا والشفا. وياريت ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب لو سمحتوا.